لو كل يوم بتحتاري في الفطار ومش عارفة تعملي إيه جديد فأنا جبتلك الحل. جمعتلك كذا فكرة لفطار سريع وسهل وكل واحدة بنوع عيش مختلف علشان كل يوم تفطري بشكل جديد ومن غير تعب. الأفكار دي تنفع للفطار الصبح، لللانش بوكس، للسفريات، أو حتى لو عايزة تعملي حاجة بسيطة وسريعة كده على السريع، وبتدي شكل حلو لسفرتك وبتوفر عليكي وقت ومجهود. ودي حاجات بسيطة بس بتفرق في البيت وتفرح اللي حواليكي. أهلا بيكم، أنا ملك وده فيديو جديد، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك علشان دعمكم هو اللي بيشجعني أكمل. نبدأ بأول فطار. جبنا بيضتين وضربناهم كويس ونزلناهم في طاسة فيها نقطة زيت، رشيت عليهم شوية موتزاريلا وملح وفلفل، وبعدين حطيت عليهم رغيف تورتيلا. استنينا لحد ما البيض استوى وفصل من الطاسة، قلبنا الرغيف على الناحية التانية، حطيت جواه شوية طماطم مقطعة وشوية موتزاريلا وقفلته. بصراحة الطعم تحفة وشكله شيك جدا، ينفع يتقدم لأي حد ويقولك الله. تاني فطار، جبنا عيش توست، ضربت بيضتين ونزلتهم في طاسة فيها زيت، حطيت التوست على البيض وبعد ما استوى قلبته وحطيت عليه شريحة جبنة، لانشون، خس وطماطم، وقفلته وسويت التوست من الجهتين. بقى ساندويتش شكله فاخر وطعمه أحلى من فطار المطاعم حرفياً. تالت فطار، طماطمايه في الطاسة مع شوية زيت، نزلت عليها موتزاريلا وبعدين بيضتين مضروبين، فوقهم رغيف تورتيلا، قلبته بعد ما البيض استوى، رشة جبنة وجرجير. بقى عندك بيتزا بيض في 5 دقايق، سريعة مغذية وطعمها خيالي. رابع فكرة، جبنا بيضتين وضربناهم ونزلناهم في الطاسة، حطينا عليهم 4 عيش برجر، وبعد ما البيض استوى قلبت العيش وبدأت أكون السندوتشات: أفوكادو، شرايح جبنة، طماطم، خس، جرجير. والنتيجة سندوتشات شكلها يفتح النفس وطعمها يضرب، والأهم إنك عاملاها بإيدك ومن غير تكلفة. خامس وصفة، ضربت بيضتين وحطيتهم في الطاسة مع رشة ملح وفلفل، حطيت فوقهم رغيف تورتيلا، شرايح جبنة، رغيف تاني، شرايح جبنة تاني، وبعد كده نزلت عليهم بيضتين كمان من فوق. قلبتهم لحد ما الفطيرة استوت من الناحيتين ورشيت جبنة موتزاريلا على الوش. دي بقى الفطيرة اللي تخطف قلب أي حد، سريعة، طبقاتها حلوة، وتتاكل سخنة كده بألف هنا. جربوا الأفكار دي وصدقوني هتفرق معاكم جدا في البيت من ناحية الطعم، الشكل والتوفير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوني في وصفات تانية سهلة وسريعة ومليانة حب.